السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ابطال اولى ثانوي، ازيكم؟ وحشني جدا جدا جدا. زي ما وعدناكم في الحصة التأسيسية اللي كنا واخدينها قبل السنة، ان احنا ان شاء الله كل امتحان شهر هنراجع مع بعض. تمام؟ فاحنا كده كده عاملين مراجعة شرح في الاماكن بتاعتنا، والنهارده ان شاء الله هنحاول نعمل مراجعة للأسئلة. يعني هنعمل ايه؟ يا دوبك هنحل الأسئلة المهمة، ومش حله بس، لا احنا هنحل، وفي كل سؤال محتاج حتة شرح هنشرح التركات بتاعته. في كل سؤال فيه فكرة هنحاول نشرحها. طب هنحل أسئلة ايه؟ هنحل أهم أسئلة اللي هي أسئلة التقييمات. فانتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا ان شاء الله الامتحان الشهري بتاعنا اللي هو بتاع شهر اكتوبر ده على أول 5 دروس، اللي هو الدرس بتاع المية اللي هو كلمني عن مكونات المية والمية قد ايه في كوكب الأرض والدورة الهيدرولوجية، وبعد كده الدرس بتاع الخواص الكيميائيه، وبعد كده الدرس بتاع الخواص الفيزيائيه والمحاليل، واخر حاجه اللي هو العوامل الايه البيولوجيه. فالخمس دروس ان شاء الله النهارده هنحل التقييمات بتاعتهم. ومش كده بس، احنا هنحل التقييمات ان شاء الله مع بعض النهارده، وحاطط لكم شويه افكار كويسه ان شاء الله مش يخرج بره الامتحان. جروب التليجرام بتاعنا وجروب الواتساب والقناه اللي على الواتساب هنزل لكم حل اسئله التقييمات والواجب بتاعت الوزاره، زائد حل الكتاب بتاعي. فان شاء الله يكون معانا اسئله كتير قوي محلوله. كل اللي انا عايزه منكم اللي انتوا تذاكروا الدرس الاول والثاني والثالث والرابع والخامس زي ما انا عودتكم، وتبقى فاهمين كل حته، وبعد كده تحلوا. طب حد مثلا ما بدأش من اول السنه، او حد مش فاهم اللي فات، يعمل ايه؟ يحاول يذاكر اسئله التقييمات اللي انا هحلها دي، بلس ان هو يذاكر اسئله الايه الواجب بتاعه الوزاره، وان شاء الله الامتحان 90% مش هيخرج بره. فانا جايب لكم اسئله التقييمات وجايب لكم اسئله الوزاره، بس اسئله الوزاره اللي هي كواجب انا هنزلها لكم كبي دي اف على القناه بتاعه الواتساب او جروب الواتساب او جروب التليجرام. فصلوا على النبي وسموا الله وكبايه الشاي كده وتعالوا لي، علشان النهارده هنحاول نحل شويه افكار كويسه في اسئله الايه التقييمات. طب يا مستر احنا هنحل بعشوائيه؟ يعني مثلا ناخد سؤال من التقييم الاول او الدرس الاول، وسؤال من الثالث، سؤال من الرابع، سؤال من الخامس؟ لا، احنا هناخدهم اول تقييم، يعني الدرس الاولاني، بعد كده نخلص الدرس الثاني الثالث الرابع وهكذا. فان شاء الله هيكون في هنا نظام، ويكون في تدرج في الاسئله، يعني مش صعب على طول، لا سهل متوسط صعب. فان شاء الله تحاولوا تلموا معايا الدنيا، ونبدا يلا على طول عشان مش عايز اتاخر عليكم ومش عايز اضيع من وقتكم. تعال نخش في اول سؤال. بيقول لي يغطي الماء حوالي نقط من سطح الارض. ما احنا كنا واخدين ان الارض 70%، كنا واخدين ان الارض 70% ماء و30% يابس. فهو بيقول لي بقى يغطي الماء كام في المية من سطح الارض، وراح مختار 70%. ماشي. بيقول لي تبلغ نسبة المياه العذبة السائلة حوالي كام من المياه اللي موجودة في سطح الارض؟ ما احنا قلنا المية اللي هي كانت 70% ديت انا قسمتها ل3. مية كانت مالحة ودي كانت 97%، وميه كانت متجمده اللي هي كانت 2%. اتبقى لي كام في الميه؟ 1%. ديت الميه العذبه الجاريه اللي انا اعرف استخدمها، فاختار تبلغ الميه العذبه السائله كام في الميه؟ 1%. بعد كده بيقول لي ايه؟ جميع ما يلي من مكونات غير حيه، يعني ما عدا، يعني كل اللي قدامي دوت حاجات غير حيه. احنا قلنا في حاجات حيه وحاجات غير حيه. الحاجات الحيه اللي هي زي الحاجات الكائنات الحيه، سواء انسان، حيوان، نبات، دول كائنات حيه. طب الحاجات الغير حيه زي ميه، هواء، تربه، فهو بيقول لك هنا هو الهواء ده غير حي، الميه غير حي، التربه غير حي، لكن الانسان ده كائن حي. بيقول لي هي طبقه خارجيه صلبه وصخريه، يبقى ده غلاف ايه؟ غلاف صخري. بيقول لي يشير الى جميع المياه على سطح الارض وتشمل المسطحات المائيه. من غير ما اكمل يبقى ده غلاف مائي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هي عمليه التي يتحول فيها البخار الى قطرات ندى. انا عندي عمليتين، لو انا عندي الماده سائله وبسخنها عشان تتحول لغاز فده اسمها تبخر. طب لما تتحول لغاز وبتطلع فوق في السحاب
بتبدا تتجمع على بعض عشان الجو فوق بيكون ساقع، فبيحصل لها حاجه اسمها ايه؟ تكثف. فبتتحول من الحاله الغازيه للحاله ايه؟ السائله. فهو بيقول لي هو بتتحول من بخار لقطرات، يعني من حاله غازيه لحاله ايه؟ سائله. فراح مختار التكثف. تعالوا نشوف اللي بعد كده. اسئله كلها سهله وفي اللذيذ منه. بيقول لي اي العمليات التاليه التي تتوقف تستوي مباشره الى تعطيل دوره المياه. يعني ايه من دولت لو وقف هيعطل دوره المياه اللي هي الدوره الهيدرولوجيه؟ هل يا ترى الجريان؟ لا. هل الترسيب في المياه؟ لا. هل النتح؟ هو النتح بيأثر بس هل لو هو وقف خلاص كده مفيش حاجه اسمها دوره هيدرولوجيه؟ لا. اهم حاجه التبخر، وراح مختار التبخر. ده اللي بيأثر تأثير مباشر جدا في حوار الميه وحوار الدوره الهيدرولوجيه زي ما احنا كنا واخدين. بيقول لي من اهميه النتح للنبات. النتح ترى بيعمل ايه؟ زادت درجه حراره النبات؟ لا، ده النتح اصلا بيقلل من درجه حراره النبات عشان يخلي النبات درجه حرارته متزنه. زادت نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون؟ لا. تقليل قدره النبات على رفع الماء؟ لا. هو بيساعد ان الميه والعناصر الغذائيه اللي تحت التربه يمتصها النبات. يبقى النتح ده بيخلي النبات يمتص الميه والعناصر الغذائيه اللي في التربه، فهو بيساعد على رفع الاملاح والمياه. بعد كده بيقول لي ايه؟ النسبه بين المياه السائله العذبه الى المياه المتجمده. ما احنا كنا لسه قايلين المتجمده 2% والعذب 1%. يبقى النسبه بين السائل للعذب يبقى 1/2، يبقى اختار نص. بيقول لي في الشكل اللي قدامي دوت رقم 1 ده بيمثل ايه؟ ترسيب بس مش اكتر. رقم 1 اللي هو تحت اهو، يعني نزل تحت الارض، وده بيمثل ايه؟ تشكيل مياه جوفيه اللي هو ترسيب. ما هو الترسيب دوت بيشكل مياه جوفيه. بيقول لي ايه من دولت من المكونات اللي هي مش فضلات نيتروجينيه؟ احنا قلنا الفضلات النيتروجينيه عندي ايه؟ الامونيا واليوريا واليوريك. يبقى مين فيهم مش منهم؟ يبقى غاز النيتروجين دوت يعتبر غاز النيتروجين مش من الفضلات. بيقول لي نسبه الغلاف الصخري على غلاف الماء، كنت لسه واخدها فوق. الصخري 30%. طب والمائي 70%. يعني لو قسمتهم على بعض الصخري الاول يبقى 3 والماء الثاني يبقى 7. 30 على 70 اللي هي 3 على 7. دي بقى اسئله مقاليه. احنا كده خلصنا الاخطر، نخش في المقال. بيقول لي ما العمليه البيولوجيه التي تساهم في دوريات الماء؟ خلي بالكم هنا بقى في الحته دي. ناس كتير منكم لما يشوف السؤال ده يقول لك التبخر والتكثف والترسيب. لا طبعا. بيقول لك العوامل البيولوجيه. يعني ايه بيولوجي؟ يعني كائن حي. يعني ايه العوامل اللي بيعملها الكائن الحي بتساعد في دوره المياه؟ لو في الانسان هيكون تنفس واخراج وعرق. طب لو في النبات هيكون عمليه النتح. يبقى هنا هكتب له بقى في الانسان تنفس واخراج وعرق. طب لو في النبات هيبقى عمليه الايه؟ النتح. خلي بالكم الحته ديت لما هو قال عوامل بيولوجيه يبقى انا ما اجيبلهوش التبخر والتكثف والترسيب والشغل ده، لا احنا بنجيب له في الانسان ممكن الانسان يعمل ايه عشان يزود نسبه البخار اللي هو بيتنفس وبيعرق وبيعمل عمليه اخراج، والنبات بيعمل عمليه الايه؟ النتح زي ما خدنا في اول درس. بيقول لي ما العمليات الرئيسيه في دوره المياه؟ دي بقى اللي انتوا كنتوا بتجاوبوها. هروح قايل له اهوت تبخر ترسيب وتكثف وتساقط. شايفين الفرق بين الاثنين؟ عوامل بيولوجيه اللي احنا لسه قايلينها، لكن العوامل الرئيسيه بقى اللي هو تبخر وتكثف وترسيب وتساقط زي ما احنا كنا واخدين. بيقول لي ما المقصود بعمليه الاخراج؟ ان الكائن الحي بيطلع الفضلات بتاعته مش اكتر ولا اقل. بيقول لي ماذا يحدث اذا لم تتمكن النباتات من اجراء عمليه النتح؟ تخيلوا كده معايا لو النبات ما عرفش يعمل عمليه النتح، يعني كده النبات مش هيطلع الميه الزياده من جسمه، يعني كده النبات مش هيأثر في الدوره الهيدرولوجيه، يعني كده النبات مش هيعرف يمتص الاملاح والعناصر الغذائيه من باطن الارض. يبقى كده النبات مش هيعرف يعمل 3 حاجات: يمتص العناصر الغذائيه والمياه من باطن الارض،
ومش هيعرف يظبط درجه حرارته، عشان هو يعتبر كده مش هيطلع ميه علشان تظبط درجه حرارته، وفي الاخر برده مش هيعرف يعمل حاجه في الدوره الهيدرولوجيه، مش هيساعد معاه في الدوره الايه الهيدرولوجيه. اكتب ايه واحده منهم، كتبت ايه واحده منهم هتاخد الدرجه، بس لو كتبت الثلاثه يبقى احسن يعني. الدرس الثاني بتاعنا كان بتاع ايه؟ الخواص الكيميائيه. خدنا تركيب الميه، وعرفنا الميه كتلتها قد ايه، كتله الهيدروجين وكتله الاكسجين، وعرفنا حجم الهيدروجين وحجم الاكسجين. بعد كده رسمنا رسم الميه تحت الميكروسكوب، عرفنا ان الميه بتتكون من H2O، عندي اوهيه هي كبيره، من الطرف اليمين ده عندي H، ومن الطرف الشمال ده عندي H، في زاويه هنا ما بينهم بكام؟ 104 ونص. نو في زاويه هنا ما بينهم ب 104 ونص، صح؟ قلنا الرابطه دي اسمها رابطه تساهميه احاديه. ليه سميتها تساهميه احاديه؟ علشان الهيدروجين شاركت بإلكترون، يعني ساهمت بإلكترون، والاكسجين ساهمت بإلكترون، فده ساهم بإلكترون وده ساهم بإلكترون، فسميتها رابطه تساهميه عشان كل واحد منهم هما الاثنين ساهموا، واحاديه عشان ده شارك بإلكترون واحد وده شارك بإلكترون ايه؟ واحد. وبعد كده عرفنا في اخر الرسمه ان الاثنين الكترون اللي هي الرابطه المفروض في النص، بس قلنا ان الاكسجين مفتريه عندها سلبيه كهربائيه عاليه، فراح شدت الاثنين الكترون ديت ايه؟ ناحيتها. فلما شدت الاثنين الكترونات ناحيتها عشان هي عندها سلبيه كهربائيه عاليه، اتكون عليها اشاره سالبه. طب وهنا اشاره سالبه، بس بنكتب سالب جزئي عشان ده مش سالب كلي، فبنخليه سالب ايه؟ جزئي. طب الهيدروجين اتاخد منه الكترون غلبان، واللي بيتاخد منه الكترون بيحط عليه اشاره موجبه، وهنا احط اشاره موجبه بس موجب جزئي. بقى شكل جزيء الميه جزيء قطبي. يعني ايه جزيء قطبي؟ يعني بيتكون من قطب سالب اللي هو الاكسجين، وقطب موجب اللي هو ايه؟ الهيدروجين. وقلنا بسبب ان الميه بقى جزيء القطبي ده بدا ينشا بينها وبين بعض، ما انا عندي شويه الميه مثلا دولت مش جزيء واحد، مليارات الجزيئات، صح؟ بين كل بقى جزيء والتاني بينشا رابطه اسمها رابطه ايه؟ هيدروجينيه. الرابطه الهيدروجينيه اتكونت منين؟ سالب ده مع هيدروجين اللي هو موجب من ذره ثانيه. يعني مثال، لو انا عندي هو اكسجين هيدروجين هيدروجين، وعندي هنا مثلا اكسجين هيدروجين هيدروجين، وعندي هنا مثلا اكسجين اهو هيدروجين هيدروجين. احنا طبعا عارفين ان الاكسجين ده سالب، عرفنا ليه؟ لسه شارحينها. والهيدروجين ده موجب. بنلاقي بقى اللي بيحصل، بنلاقي ان في رابطه بتحصل بين الموجب ده والسالب ده، اسمها رابطه هيدروجينيه. ليه سميتها هيدروجينيه؟ عشان الهيدروجين هو اللي عملها. شايفين؟ بين الجزيئات مش جوه الجزيء. يبقى انا لو عندي رابطه جوه الجزيء بتاع الميه دي رابطه تساهميه، طب لو رابطه بين الجزيئات دي رابطه هيدروجينيه. ونفس الفكره هنا، نفس الفكره لو انا مثلا عندي اكسجينه فهتعمل رابطه مع الهيدروجين دي. فانا كده عندي نوعين من الروابط في الميه، رابطه هيدروجينيه ورابطه تساهميه. الرابطه التساهميه اتكونت منين؟ اكسجينه وهيدروجينه جوه الجزيء ذات نفسه، جزيء الميه، عشان يكون لي جزيء الميه. طب الرابطه الهيدروجينيه اتكونت بين الجزيئات ليه؟ علشان جزيء الميه جزيء قطبي، جزء منه سالب وجزء منه ايه؟ موجب. من السالب اكسجين، من الموجب الهيدروجين. ده كده كان ملخص للدرس. كان برضو في حته تانية في الدرس اللي هو استفدت انا ايه لما بقت جزيء الميه روابط هيدروجينيه فيها. استفدت ان درجه حرارتها بقت عاليه، استفدت ان هي بقت تعرف تدوب اي ماده، زي ما خدنا ملح الطعام لما جينا حطيناه في الميه داب، طب وشفنا ازاي داب تحت الميكروسكوب. واستفدنا حاجه اسمها الاحماض والقواعد، هنشوفهم كمان شويه. بس تعالى نحل يلا الدرس اللي قدامي ده. بيقول لي اي الاشكال التاليه يمثل شكل صحيح. ده هل ينفع؟ لا، ده في زاويه ما بينهم 180، الزاويه ما كانتش 180، كانت 104 ونص. طب هل ده ينفع؟ لا، دي الزاويه 90. طب هل ده ينفع؟ لا، دي اقل من 90. انهي واحده فيهم اللي تنفع؟ رقم د. ليه رقم د؟ الزاويه دي تقريبا 140. بيقول لي مع نوع الروابط التي تربط الهيدروجين والاكسجين. قلنا الرابطه اللي بتربط بين الهيدروجين والاكسجين جوه جزيء الميه رابطه تساهميه، لكن لو كان بره جزيئات الميه او بين جزيئات الميه يبقى دي رابطه هيدروجينيه. بيقول لي ما قيمه الزاويه؟ لسه واخدينها 104 ونص. بيقول لي هنا ايه؟ اي من الاتي يصنف بشكل صحيح لجزيء الميه. احنا كنا قايلين حجم جزيء الميه، انا عندي واحده اكسجينه واثنين هيدروجين، فحجم جزيء الميه اكسجين
لهيدروجين 2، يبقى 1 اكسجين و2 ايه هيدروجين. ده كده حجم جزيء الميه. طب كتله جزيء الميه قلنا كتله الاكسجين 8 وعرفنا جت منين، وكتله الهيدروجين 1 يبقى 8 الى 1. طب لو هنجيبها بالتقريب يبقى 88 و89 من 100 الى 11 و11 من 100. فهنا بقى في الارقام ديت مين فيهم صح؟ كتله الهيدروجين اهي 11 و11 من 100. بيقول لي جميع ما يلي من نتائج قطبيه جزيئات الميه في ما عدا، يعني مين منهم ما ينفع اقولش عليه ان ده يعتبر جزيء قطبي. جزيء قطبي يعني تنشأ روابط هيدروجينيه ما بينهم، صح؟ يعني دي كده صح، مش ينفع اختارها. طب قدره على اذابه، صح، برضو مش ينفع اختارها. ترتفع درجه غليانها الى 100، صح، اللي هي خلت درجه غليانها ترتفع عشان يبقى في جزيئات قطبيه اللي بقى فيه روابط هيدروجينيه. طب مين فيهم غلط بقى؟ اللي هي القدره على اذابه مواد غير عضويه او مواد عضويه غير قطبيه. طبعا دي انا ما خدتهاش اصلا في المنهج، فدي تعتبر ايه مش عندي. رقم 6 بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي تعالى بناخد الحته دي عشان الحته دي مهمه. انا عندي ملح بيدي حمض، ملح بيدي قاعده، ملح بيدي ايه متعادل. الملح اللي كان بيدي حمض اهو نكتب اهو حمض، وقاعده او قلوي. الملح اللي كان بيدي حمض كان مين؟ حاول تفتكر معايا كده. كان كلوريد الامونيوم اللي هو NH4Cl. طب الملح اللي كان بيدي قاعده بيكربونات الصوديوم اللي هو NaHCO3. طب انا كنت بعرف منين ان دوت بيدي حمض؟ قلنا بيدي حمض يعني بيزود الهيدروجين الموجب اهو، بيزود الهيدروجين الموجب، عشان كده ادى حمض. طب ادى قاعده ليه؟ علشان بيزود الهيدروكسيد السالب اهو، بيزود الهيدروكسيد السالب. يبقى اي حاجه بتزود الهيدروجين الموجب ده كده حمض. طب اي حاجه بتزود الهيدروكسيد السالب ده كده ايه قاعده. وعملنا حاجه اسمها اس الهيدروجين او البي اتش، كان بيبدا من عند الصفر لحد ال 14. هنا صفر وهنا 7 وهنا 14. اشد حمض كان فين؟ كان عند الصفر، ده كده اشد حمض اهو. طب واشد قاعده فين؟ عند ال 14. طب والمتعادل فين؟ عند السبعة اللي هو الميه النقيه او الميه المقطره. يبقى اشد حمض عند الصفر، اشد قاعده عند ال 14، المتعادل فين؟ السبعة. ليه كلوريد الامونيوم ده حمض؟ عشان لما جيت دوبته في الميه زود زود الهيدروجين الموجب. طيب ليه بيكربونات الصوديوم دوت قاعده؟ علشان لما جيت حطيته في ميه او دوبته في ميه زود الهيدروكسيد الايه السالب. تعالوا نشوف الحته دي. بيقول لي لما احلل كلوريد الامونيوم، مش كلوريد الامونيوم ده حمض؟ يعني كده هيزود مين؟ هيزود الهيدروجين الموجب. يبقى اهو تركيز الهيدروجين يزداد. تركيز الهيدروكسيد المفروض يحصل فيه ايه؟ هيقل. طب هيبقى اختار انهي اختيار؟ الاختيار ج اهو من غير ما اكمل. هنا بقى هيكمل لي بقيه الحاجه اللي هو اقل من 7 عشان ده حمض ونوع قوي والقاعده ايه ضعيفه. ده كمان من غير ما اكمل، انا جبتهم من اول حتتين بس، مش محتاج اكمل كل ده. بعد كده بيقول لي بيقول لي يعتبر المحلول الناتج عن تحلل الماء لبيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ده اللي هو قاعدي، يعني بيزود الهيدروكسيد السالب يا مستر. يبقى هختار ايه؟ بيقول لي تركيز الايونات الهيدروجين اقل من تركيز الايونات الايه الهيدروكسيد. الهيدروكسيد هو اللي زاد علشان دوت ايه محلول قاعدي. بيقول لي وضح الشكل المقابل، عايز يشوف الروابط الهيدروجينيه. قلنا الروابط الهيدروجينيه دي بتتكون من سالب وموجب او موجب وسالب، يعني بتتكون من اكسجين وهيدروجين او هيدروجين وايه واكسجين. فمين فيهم هينفع؟ ديت مع دي، بس مش عندي في الاختيارات. 1 و2 فين؟ 1 و2 هل ينفع؟ دي رابطه تساهميه مش هيدروجينيه، هو عايز الهيدروجينيه. طب 2 و3 2 و3 لا دي موجب ودي موجب مش بيحبوا بعض. طب 2 و4 ادي 4 وادي 2، يعني ينفع يعملوا رابطه كده، يبقى هختار 2 و4. بيقول لي الشكل اللي قدامي دوت لما جيت حطيت العنصر ده اللي هو معرفش هو ايه اصلا، لقيته في الاخر بيطلع لي ان هيدروكسيد سالب، يعني ده قاعدي. يبقى كده البي اتش بتاعه او الاس الهيدروجيني بتاعه اكبر من السبعه، يبقى هختار مين؟ هختار 8.
تعالوا نحل مقالي. بيقول لي هنا ايه؟ يوضح الشكل تركيب جزيء الميه. الربطه دي اسمها ربطه ايه؟ تساهميه. ليه؟ علشان جوه الجزيء مش محتاج. بيقول لي مين فيهم سالب ومين فيهم موجب. احنا كنا واخدين ده موجب جزئي، ده موجب جزئي، ده سالب سالب جزئي. حليت السؤال في ثانيه. بيقول لي ايه؟ قارن بين تحلل الماء لبيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ده قاعدي ولا حمضي؟ قاعدي. طب وكلوريد الامونيوم ده حمضي. من حيث الاربع حاجات دول، من حيث البي اتش بيكربونات الصوديوم هيكون اكبر من 7. تعالى اهو نشد المقارنه اهو. يبقى من حيث اول حاجه اللي هو البي اتش اكبر من 7. طب كلوريد الامونيوم اقل عشان حمض من 7. طب تركيز الهيدروجين والهيدروكسيد هنا ده علشان قلوي فالهيدروكسيد هو اللي زياده. طب هنا علشان حمض الهيدروجين الموجب هو اللي زياده. طب نوع المحلول هنا اهو قلوي او قاعدي، الاتنين واحد على فكره، وهنا حمضي. طيب المعادله الكيميائيه اكتبوا بقى انتوا المعادله الكيميائيه اللي احنا كنا كاتبينها قبل كده عشان دي كبيره. انا بحاول احل بسرعه علشان ما تطولش وقت الفيديو. انا مش عايز وقت الفيديو يكون كبير عشان عايزكم تذاكروا برضه، فانا هحاول اخلي لكم الفيديو اقل من ساعه باذن الله. ده الدرس الثالث اللي هو الخواص بقى الفيزيائيه. احنا كده خلصنا الاول والثاني بكل سهوله اهو، حلينا التوكيد بتاع الاول والثاني. الدرس الثالث اللي هو الخواص الفيزيائيه. بيقول لي اذا علمت ان الكثافه، خلي بالك عشان الدرس ده اصلا اصعب درس في المنهج، بس درس جميل. لو انت فهمته هتحل اي حاجه، مفيش اي سؤال هيجي في بالك او في بال المراقب او في بال اللي هيحط لك الامتحان وانت مش عارف تحله. يعني هو بجد انت لو فهمت الدرس كويس هتعرف تحل اي حاجه فيه، ده ميزته. بس هو كدرس هو صعب شويه عشان هو فيه حته فيزياء. بيقول لي اذا علمت ان كثافه الماء النقي عند درجه حراره 4 سليزيوس بتساوي الرقم ده، فعند رفع درجه حرارتها ل 8 ايه اللي هيحصل؟ احنا كنا قايلين الميه لها حاله شاذه. تعال نرسم الرسمه بتاعتنا. لو انا رسمت اهو علاقه بين درجه الحراره والحجم، وجيت رسمت علاقه ثانيه بين درجه الحراره والكثافه، بلاقي ان عند 4 سليزيوس، عند 4 سليزيوس اهو 4 سي 4 سي، بلاقي ان بيحصل حاله شاذه للميه. بمعنى المفروض كل ما ازود درجه الحراره الحجم بيزيد. يعني المفروض الشكل ده بلاقي يعني لما اجي اقلل درجه الحراره الحجم هو كمان يقل، لا بلاقيه بيرجع يزيد تاني. فاحنا قلنا اقل حجم للميه عند درجه حراره كام؟ 4 سليزيوس. بعد كده بتزيد وقبل كده بتزيد. طب الكثافه عكس مع الحجم، يبقى اعلى كثافه عند 4 سليزيوس، بعد كده بتقل وقبل كده ايه؟ بتقل. هو بيقول لي كان عندي ماده نقيه عند 4 سليزيوس، لما زودت درجه حرارتها ايه اللي هيحصل للحجم؟ الحجم هيزيد. طب والكثافه هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى اختار يزداد ويقل. فين يزداد ويقل؟ الاجابه رقم د اهي. فهمنا الشكل ده؟ كده كنا شرحناه بالتفصيل بس انا بحاول انجز معاكم في الشرح. بيقول لي كثافه الماء تساوي 1 جرام على سنتيمتر تكعيب عند درجه حراره 4 سليزيوس، فان كتله 4 متر مكعب، هو المفروض 4 كيلو جرام ماشي، من الماء تساوي، هو مش انا هنا عندي جرام وهو هنا عايز بالكيلو جرام، الاختلاط بالكيلو جرام، يبقى هضرب في 1000، يبقى 4 في 1000 اللي هي في الاخر تطلع ب 4000. قلنا بنحول من جرام لكيلو جرام عشان نحول من الكثافه دي للكثافه دي. يعني بيقول لي 4 عينات من الماء كتله كل منهم 1 كيلو جرام، يعني هو كده هو ثبت لي الكتله، فاي منها يكون حجمها اكبر. امتى الحجم اكبر؟ لما ارفع درجه الحراره، يعني مش عند 4، يعني فوق 4 يبقى حجم اكبر. يبقى كده الاختيار ده هلغيه والاختيار ده هلغيه. طب يبقى ميه مالحه ولا ميه عذبه؟ احنا زي ما احنا خدنا في الخواص الفيزيائيه ان الميه العذبه بيكون حجمها اكبر من الميه الايه؟ المالحه. يبقى اهي، يبقى اختار رقم د، الاختيار الصح رقم د.
بيقول لي في الشكل اللي قدامي دوت، ده جهاز الهيدروميتر اللي احنا كنا شارحينه. قلنا لو الماده كثافتها تقيله يبقى الجهاز ده بيطفو فوق عشان عايز يقيس رقم كبير. طب لو الماده كثافتها قليله نلاقيه بيغوص تحت. تعالى نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي في الشكل الموضح عند اذابه كميه كبيره من الملح. قلنا كل ما بزود ملح كل ما الكثافه هي كمان ايه بتزيد، يعني علاقه طرديه ما بينهم. فان حجم الجزيء الموجود في الهيدروميتر. خد السؤال واحده واحده عشان السؤال ده فيه تريكايه. تعالى نقراه تاني مع بعض. بيقول لي في الشكل الموضح، انا عندي شكل قدامي اهو، عند اذابه كميه كبيره من الملح في الماء، يعني دوبت ملح كتير يعني زودت الايه الكثافه. فان حجم الجزء يعني شايفين حجم الجزء ده المغمور، يعني الجزء المغمور اللي هو تحت ده، ايه اللي هيحصل فيه لما بزود الكثافه؟ يعني الماده كثافتها زادت، يعني الجهاز ده بيطلع لفوق بيطفو عشان الكثافه زادت، يبقى الجزء المغمور ده اللي يحصل فيه يقل. يبقى اهو فان حجم الجزء الموجود في الهيدروميتر في الميه هيحصل فيه ايه؟ يقل. مش ده هيطلع لفوق، يبقى الحجم اللي موجود في الميه ذات نفسه ايه؟ هيقل. بيقول لي اي من الاجهزه التاليه يستخدم لقياس الكثافه؟ هيدروميتر. سؤال يعني بيقول لك خد درجات. بسم الله. بيقول لي في جهاز الهيدروميتر اللي احنا كنا لسه شارحينه ده، اي من المواد التاليه يستخدم للمساعده في اتزان. قلنا الحاجه اللي بتستخدم في الاتزان الزئبق والرصاص عشان هما تقال، فبحطهم عشان يخلي الجهاز واقف ومتزن. بيقول لي تنتقل التيارات المائيه. قلنا التيارات المائيه بتنتقل عندي في اتجاهين، يا اما بتنتقل من خط الاستواء للقطبين، يا اما بتنتقل من تحت لفوق، يعني بتنتقل من القاع للايه للسطح. تعال نشوف هو كاتب لي هنا ايه. بيقول لي تنتقل من المناطق من القطبيه للاستوائيه. لا غلط. من المحيط من سطح للقاع. غلط. طب من القاع للسطح صح. رقم 8 بيقول لي تقاس درجة الحرارة في النظام العالمي بالكلفن. قلنا انا عندي مقياس اسمه سليزيوس ومقياس اسمه كلفن، بس في النظام العالمي بنقيس بالايه؟ بالكلفن. وعرفنا ان الكلفن دوت سالب 273 درجة سليزية. وعرفنا ازاي بنحول من كلفن لسليزيوس بالقانون تي كلفن بيساوي تي سليزيوس زائد 273. بيقول لي درجة تجمد المية، احنا عارفين درجة تجمد المية بتساوي 0 سليزيوس صح؟ هشوف هنا في 0 سلسيوس ما لقيتش، اروح اعمل ايه؟ اجرب بالكلفن. احنا قلنا تي كلفن بتساوي تي سلسيوس زائد 273، يعني درجة تجمد الميه بالكلفن بتساوي 273 كلفن. تعال نشوفها هنلاقي عندها في الاختيارات. يبقى هو هنا ضحك عليها وما جابهاليش بالسلسيوس اللي انا عارفها اصلا، لا راح جابها لي بالايه؟ بالكلفن. ما يضحكش عليا. بيقول لي اي من الكميات الفيزيائيه التاليه يعتبر مقياسا لمتوسط درجه حركه. قلنا الحته دي في الدرس قلنا ايه؟ قلنا لو طالما قال لي متوسط درجه حراره يبقى اختار هنا برضه كام درجه حراره. يبقى اول ما يقول لي طاقه حراره اختار ايه؟ درجه حراره. الله ينور عليكم. تعالوا نخش بقى في المسائل. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انا عندي مادتين مختلفين عن بعض، ماده A وماده B، بس كتلهم زي بعض. الكتله بتاعت دي زي كتله دي. بيقول لي وسخنتهم على نفس الوقت، يعني نفس الوقت التسخين هنا ان هو نفس وقت التسخين هنا. بيقول لي فالماده A ديت زادت بمقدار 50 درجه سليزيه. طب والماده B زادت بمقدار 150 درجه سليزيه. بيقول لي اذا علمت ان الحراره النوعيه للماده A بتساوي 390، فان الحراره النوعيه للماده B هديكوا القانون بتاعها. مش احنا كنا عارفين ان الحراره النوعيه ديت هي مقدار الطاقه اللي بديها للماده علشان تعلى درجه واحده كلفن او سليزيوس؟ فكده معناها ايه؟ ان اللي حرارته نوعيه كبيره ما بيعلاش درجات كتير. طب واللي حرارته نوعيه قليله بيعلى درجات ايه؟ بسرعه. يعني معناها إيه؟ ان ماده ايه الحراره النوعيه بتاعتها اكبر من الماده ايه؟ بي. يعني من الاخر في علاقه عكسيه بين درجه الحراره والحراره ايه؟ النوعيه. كل ما زادت الحراره النوعيه قلت درجه الايه؟ الحراره اللي بزيدها. طب كل ما العكس بقى، كل ما قلت درجه الحراره يبقى زادت درجه الحراره اللي ايه؟ بزيدها.
من الاخر هعمل القانون ده لما الاقيني بيجيب لي علاقه بين درجه الحراره والحراره النوعيه، اروح كاتب اهو تي اي على تي بي بتساوي، هروح عاكس بقى، مش هما عكسي؟ لو طرد كنت هكتب ايه هنا يبقى هنا هكتب ايه، بي هنا اكتب هنا بي، لكن هما عشان عكسي يبقى اللي تحت اكتبه فوق واللي فوق اكتبه ايه تحت. يبقى اهي سي اللي هي درجه الحراره النوعيه بي على سي ايه، كل اللي هعمله هعوض. يبقى اهو بتساوي التي ايه بكام؟ ب50. التي بي بكام؟ 150. طب السي بي عايزها، طب والايه؟ 390. اروح ضارب طرفين في وسطين والاجابه تقريبا هتطلع لكم اجابه 1000 بس مش اكتر ولا اقل. يبقى انا عوضت في القانون اللي هو درجه الحراره الاولى على درجه الحراره الثانيه بتساوي الحراره النوعيه الثانيه على الحراره النوعيه الايه؟ الاولى. بيقول لي اي من العبارات التاليه تمثل تعريفا لطاقه الحراره بشكل اكثر دقه. بيقول لي تنتقل الطاقه عبر حدود النظام بسبب اختلافات درجات الحراره، اكيد طبعا، فمن غير ما اكمل هي دي. بيقول لي يشير مصطلح الحراره الكامنه. يعني ايه حراره كامنه؟ يعني الحراره ان الجسم بيخزنها في اللي هو اختارها ايه؟ تعال نشوف الاختيارات. بيقول لي تكون الحراره مخفيه لانها تسبب تغيير كبيرا في الضغط. غلط. يتم امتصاص الحراره واطلاقها دون تغيير في درجه الحراره. تقريبا. لا يمكن قياسها. لا، يبقى هختار الاجابه ايه؟ ج. اللي انا بعرف امتص الحراره واطلقها من غير ما اغير من درجه ايه؟ حراره. هي دي الحراره الكامله اللي انا بمتصها ودرجه حرارتي ما بتعلاش. تعال نخش في الاسئله المقاليه. الاسئله المقاليه في الدرس ده كتيره شويه وكبيره كمان. بيقول لي كميه من الماء النقي كتلتها 1 كيلو جرام ودرجه حرارتها 8 سلسيوس. ماذا يحدث للكثافه في الحاله التاليه؟ عند اضافه كتله. يعني لما بزود كتله هل الكثافه بتتغير؟ لا، احنا قلنا الكثافه بتتاثر بثلاث حاجات: لما بغير درجه الحراره، ولما بغير الضغط في الاعماق الكبيره بس، ولما بغير ايه؟ الملح. يبقى هنا لا تتغير، هي لا تتغير. طيب عند اذابه ملح، يعني بزود ملح، يبقى الكثافه يحصل ايه؟ تزداد، عشان بينهم علاقه طرديه. يبقى كل ما بزود الملح كل ما الكثافه كمان ايه؟ تزداد. بيقول لي احسب درجه الحراره النهائيه لخليط ناتج عن خلط 100 كيلو جرام من الماء بدرجه حراره 50 مع 250 كيلو جرام من ماء بدرجه حراره كام؟ 50. مش درجه حراره هنا 50 ودرجه حراره هنا 50، واحنا قلنا ان الحراره بتنتقل من فين؟ من الكبير للصغير. طب هنا مفيش كبير وصغير، هنا 50 وهنا 50، يبقى درجه الحراره النهائيه برضه هي بكام؟ ب 50. دي الطريقه تخلصوا بيها الدنيا. في طريقه اللي هو قانون ونحط اللي هو هيبقى ام في كيو بيساوي سالب ام في كيو، ومساله كبيره، بس انا بقول لكم دي طريقه تخلصوا بيها الدنيا. طالما هي درجه الحراره 50 وهي درجه الحراره 50 يبقى مفيش اصلا نقل في درجه الحراره، عشان درجه الحراره دي زي درجه الحراره دي، فهتبقى في الاخر ب 50. الرسمه اللي تحت دي مهمه جدا، لما نجي لها هنشوفها. بيقول لي الوقت اللازم لزيادة درجة حرارة الماء أكبر من الوقت اللازم لزيادة درجة حرارة مادة أخرى بنفس الكتلة. يعني إيه؟ احنا كنا قايلين إن الحرارة النوعية بتاعة المية دي أكبر حاجة، ربنا مخليها أكبر حاجة. ليه؟ علشان المية اللي في البحر أو في المحيط أو في النهر ما تتبخرش بسرعة. يعني كده الحرارة النوعية أكبر حاجة، يعني معناها إن أنا باخد وقت كبير أو باخد طاقة كتير علشان أعلى درجة واحدة بس. فعلشان أقعد أزيد درجات كتير قوي فمحتاج طاقة كبيرة جدا 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 على وقت كبير جدا 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 علشان درجة حرارتي تقعد إيه؟ تعلى. فده الفكرة كلها. هقول له بسبب أن الحرارة النوعية للماء أكبر من أي مادة أخرى، مش أكتر ولا أقل. الشكل اللي قدامي ده احنا كنا فهمناه، بس انا هحاول اديه لكم بصمجه دلوقتي عشان ده مش وقت فهم. احنا قلنا الشكل ايه ده؟ عباره عن تلج وميه. طب الشكل بي عباره عن ميه. طب الشكل سي عباره عن ميه وبخار. وبعد كده الشكل هنا الاخير ده عباره عن بخار. يبقى هنا تلج ميه، ميه بس،
ميه وبخار، بخار. الحمد لله خلصنا الخواص الفيزياء اللي هو بالنسبه لكم يعتبر اصعب درس. الدرس ده اللي هو الرابع ده كان درس خفيف خالص، كنا واخدين فيه 4 بس علاقات. احاول افكركم بيهم. قلنا كل ما بزود الملح كل ما الضغط البخاري بيقل، ده اول علاقه. تاني علاقه كل ما بزود الملح كل ما درجه الغليان بتزيد، دي تاني علاقه. تالت علاقه كل ما بزود الملح كل ما درجه التجمد بتقل، دي تالت علاقه. رابع علاقه اللي هي الاسموزيه، قلنا الميه بتنتقل من التركيز القليل للملح الى التركيز الاعلى للملح. ده كان خلاصه الدرس، وفهمنا الدرس ودرس الحلل اللي احنا دخلنا المطبخ وقعدنا نحل فيه كتير ده. بيقول لي تعالى نحل عليه يلا. بيقول لي ما الذي يعبر عن مصطلح تركيز؟ يعني ايه كلمه تركيز؟ يعني انا دلوقتي لو معايا كوبايتين، خلينا مثال ده، لو انا معايا كوبايتين، الكوبايه الاولى حطيت فيها 10 اكياس من التانك، عارفين التانك اللي هو العصير ده، حطيت فيها 10 اكياس الكوبايه الاولى. طب والكوبايه الثانيه حطيت فيها كيس واحد، انا فيهم مركز هم 10 ليه؟ حاطط كميه مذاب كتير قوي في الايه؟ في المذيب. وعرفنا الفرق بين المذاب والمذيب. المذاب الحاجه اللي انا بحطها اللي بتدوب، طب والمذيب من الفعل بتاعه هو اللي ايه؟ بيدوب. فهنا ايه اللي بيعبر عن التركيز؟ هقول له كميه، الكميه اهي. بيقول لي اي مما يلي ليس مثالا على المحلول المائي. اللي قلنا المحلول، كلمه محلول يعني حاجه دابت، يبقى اكيد مين؟ الخليط بين الرمله والميه. بيقول لي ما تاثير زياده تركيز المواد المذابه في الماء على الكثافه؟ كل ما بزود الماده المذابه اللي هو الملح كل ما الكثافه هي كمان ايه؟ تزداد. بيقول لي ما التأثير الرئيسي لإضافة المذاب إلى الماء على الضغط البخاري؟ قلنا في علاقة عكسية بين كل ما بزود ملح يبقى كل ما الضغط البخاري عندي إيه؟ بيقل. علاقة عكسية بينهم وبين بعض. بسم الله. بيقول لي إيه؟ لماذا تقل احتمالية تبخر جزيئات الماء في المحاليل مقارنة بالماء النقي؟ ليه؟ علشان المحاليل فيها ملح كتير. ما الفرق بين الميه النقيه والميه المالحه؟ ان الميه المالحه فيها ملح كتير، فكده الضغط البخاري ايه؟ قليل. هقول له بسبب اهو نختار بسبب زياده قوه تجاذب، لا غلط. بسبب نقص قوه التجاذب بين جزيئات الماء، غلط. بسبب زياده قوه تجاذب بين جزيئات الماء والمذاب، الله ينور، هي دي. بيقول لي ما العلاقة بين عدد جزيئات المذاب في المحلول والضغط البخاري؟ قلنا علاقة عكسية، كل ما ده يزيد ده يقل، يبقى علاقة عكسية. بيقول لي تعتمد الخصائص الجماعية للمحاليل على عدد الجزيئات. هو الشكل ده الرسمة مش كاملة، يعني هو السؤال ده مش كامل، فنسكبه وانا هبعت لكم كده كده محلول اصلا، بس هو مش كامل. يعني شايفين السؤال اصلا مش كامل، يعني مفيش اصلا سؤال، بس انا هبعته ان شاء الله، هبعت لكم في PDF كامل يعني محلول. بيقول لي يبدا السائل في الغليان عندما يكون الضغط البخاري بيساوي الضغط الخارجي. يبقى بيساوي الضغط الخارجي. قلنا امتى الماده تغلي؟ لو الضغط اللي جوه قد الضغط اللي بره، ساعتها الماده بتغلي. بيقول إذا كانت درجة غليان الماء عند ضغط واحد، ضغط جو، هي 100 درجة مئوية، فمن المتوقع عندما تكون درجة غليانه عند 7/10، يعني كده قلل الضغط، يبقى كمان هي درجة الغليان هيحصل لها إيه؟ هتقل. يبقى مين فيهم أقل من 100؟ 93. نروح مختار 93 عشان قلنا لازم الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه، ساعتها المادة بتغلي. بيقول لي أي من العوامل التالية لا يؤثر على درجة غليان المحلول؟ الحجم. هل الحجم أصلا بيأثر؟ بيقول لي ما تأثير زيادة عدد جزيئات المذاب؟ يعني إيه اللي بيحصل لما أنا بزود ملح على درجة الغليان؟
في الكثافه ودرجه الغليان. الكثافه قلنا كل ما بزود ملح كل ما الكثافه يحصل لها ايه؟ بتزيد. طب ودرجه الغليان كل ما بزود ملح كل ما درجه الغليان ايه؟ بتزيد. يبقى اختار الاجابه رقم الف، تزداد تزداد. راح فين يا عم؟ بيقول لي ما تأثير زيادة تركيز المواد المذابة في الماء النقي؟ بنحس بقى كل دول. يبقى انا دلوقتي بزود ملح في الميه النقيه، يبقى الكثافه تزداد. طب درجه الغليان تزداد برضه. طب درجه التجمد تقل. طب الضغط يقل. طب انخفاض في الضغط يبقى يزداد. بيقول لي صحح. بيقول لي الخواص الجمعية تعتمد على العدد. طب يؤثر بخار السائل المتكون فوق سطح سائل ضغطه على السطح السائل يسمى بالضغط بخاري مش اسموزي. الاسموزي ده احنا اللي هو بيتنقل من تركيز قليل لتركيز اعلى، لكن ده ضغطه بخاري اللي هو ضغط بخار الميه على الميه ذات نفسها. بيقول لي العلاقه بين دي وبين دي علاقه طرديه. ده لسه لذيذ جدا الصراحه. بيقول لي درجه تجمد المحلول دائما نقط درجه تجمد الماء يبقى اقل. بيقول لي درجة غليان المحلول نقط درجة غليان الماء النقي أكبر. بيقول لي إمتى السائل بيغلي؟ لما الضغط اللي جوه بيساوي الضغط الإيه؟ اللي بره، يبقى يتساوي. بسم الله. بيقول لي اي مما يلي يمثل وجه اختلاف. ده بقى الدرس الخامس. يعني ده الدرس الخامس. احنا كده خلصنا اول 4 دروس الحمد لله، حلينا عليهم التقييمات. تعال نخش الدرس الخامس. هو الدرس الخامس ده كان بيتكلم عن الاحياء شويه، هو درس في الاحياء. كان بيتكلم عن الخليه وانواع الكائنات الحيه، قسمناهم لبدائيات نواه وبعد كده حقيقيات النواه، وعرفنا الفرق بين البدائيات والحقيقيات. وبعد كده قسمنا الحقيقيات قسمناهم ل4 حاجات اللي هم طلائعيات وفطريات ونباتات وحيوانات، وقلنا دول كده كل الكائنات الحيه اللي موجوده في كوكب الارض. بعد كده عرفنا بقى ان الخليه بتكون جواها شويه حاجات زي جدار الخليه موجود في حاجات وحاجات لا، وغشاء الخليه والسيتوبلازم والميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء والنواه. وبعد كده بقى عرفنا الفرق بين الهدم والبناء، واخر حاجه خالص اللي هي الانزيمات. هو كان درس طويل شويه وكان حفظ بس كان حلو، يعني مش درس صعب، هو بس حفظ مش اكتر ولا اقل. تعالى نحل كده عليه ونشوف هنعرف نحله ولا لا. بيقول لي اي مما يلي يمثل وجه اختلاف بين الطحالب الذهبيه وفطر عفن الخبز. اكيد نوع التغذيه. ليه نوع التغذيه يا مستر؟ الطحالب الذهبيه ديت ذاتيه التغذيه، لكن الفطريات او الخميره او اي نوع من انواع الفطريات ده غير ذاتي التغذيه. يعني ايه كلمه ذاتي وغير ذاتي؟ ذاتي التغذيه ده اللي هو بيعرف يعمل اكله بنفسه زي النباتات. هل النباتات بتاكل؟ لا، انت بتديها شويه ميه على شويه ملح من جوه من تحت الارض بيطلع لك هي ايه؟ اكل، وهي بتاكل مع نفسها. يبقى النبات ذاتي التغذيه بيعمل اكله ايه؟ بنفسه. لكن الحيوانات او الانسان غير ذاتي التغذيه، يعني بيتطفل على الايه؟ النباتات. يعني احنا مثلا كانسان ليه ما باكل نبات ليه ما باكل ايه؟ حيوان، اللي هو بقى بقره فرخه اي حاجه من الحاجات دي. لكن انا غير ذاتي التغذيه. ليه؟ بتغذى على ايه؟ حاجه ثانيه. لكن ذاتي التغذيه ده اللي هو بيتغذى ايه؟ هو بيعمل اكله بنفسه زي النباتات. الطحالب الذهبيه دي ذاتي التغذيه. طب والفطر الخميره غير ذاتي. فالفرق ما بينهم ايه؟ نوع التغذيه، ده ذاتي وده غير ذاتي. بيقول لي اي مما يلي يلعب دورا رئيسيا في تنظيم درجه حراره الجسم. اكيد الميه هي اللي بتنظم درجه حراره الجسم. لما انا ببقى جسمي سخن بلاقي ان جسمي بيعرق، في الصيف الاقي جسمي بيعرق. ليه؟ جسمي بيطلع ميه علشان يبدا يبرد من ايه؟ من درجه حراره الجسم. نفس الفكره في النبات لما يبقى سخن يعني درجه الشمس بتعامد عليه يبدا يطلع عمليه النتح عشان يقلل من درجه حراره النبات.
بيقول لي في الشكل المقابل يوضح النسبة بين الكتلة باللون الأزرق، كتلة الجسم باللون الأزرق، داخل الخلية باللون اللي هو الذهبي ده، وخارج الخلية باللون الرمادي. بيقول لي نسبة المية، هو عايز يعرف نسبة المية في الجسم داخل الخلية خارج الخلية. في الجسم احنا قلنا المية بتشكل كام في المية من الجسم؟ 70%. طب جوه الخلية كام في المية؟ 47%. طب قار بره الخلية 23%. يبقى أي شكل منهم؟ يبقى ده أكبر حاجة 70%، داخل الخلية 47%، وخارج الخلية كام في المية؟ الباقي اللي هم 23%. فاختار أنا واحدة؟ الإجابة ألف. يبقى اختار هنا ألف. بيقول لي في الشكل المقابل، بيقول لي ادرس الشكل التخطيطي. انا عندي خليه حيوانيه، خليه حيوانيه اوليه، نباتات، بكتيريا. رقم واحد ده يعني حاجه مشتركه ما بينهم. شايفين رقم واحد مشترك ما بينهم كلهم. يا ترى ايه اللي مشترك ما بينهم؟ الجدار؟ لا، الجدار اصلا موجود في حاجات وحاجات لا. طب بلاستيدات خضراء؟ لا، موجوده في النباتات بس. طب بيبتدي جلايكان؟ لا، بيبتدي جلايكان ده اصلا ده بيعمل جدار، يعني زي الجدار. يبقى ايه اللي كان موجود في كل الخلايا في الكائنات الحيه كلها؟ الغشاء الخليه. فروح مختار الغشاء الخليه عشان رقم واحد ده بيقول لك حاجه مشتركه ما بينهم كلهم. بيقول لي اذا علمت ان الانزيم اكس حساس لتغير درجه الحراره، فايه المنحنى اللي هنا؟ اكيد المنحنى الاخير عشان حساس اهو، فبيطلع بيبقى شغال عند درجه حراره معينه بس. غير كده بيبقى كفاءته قليله، وغير كده بيبقى كفاءته قليله. فاختار رقم ايه؟ رقم د. تعالى نحل شويه مقالي. بيقول لي قارن، وخلي بالكم في المقارنات دي عشان ده اكيد هتيجي. مقارنات اللي هي بتاعت اخر درس دي لازم تيجي. بيقول لي قارن بين بدايات النواه وحقيقيات النواه من حيث عدد الخلايا. قلنا بدايات النواه بتبقى خليه واحده، هي خليه واحده. الكائن الحي في بدايات النواه عباره عن خليه. طب حقيقيات النواه في بيبقى خليه، وفي بتبقى اكتر من خليه، يعني متعدد. يعني هنا في خليه وفي اكتر من ايه؟ من خليه. خليه زي مثلا اللي هي الطلائعيات، في منها خليه واحده. طب اكتر من خليه زي النباتات والحيوانات، وفي نوع من الطلائعيات برضه بيبقى اكتر من خليه. بيقول لي الغشاء النووي. قلنا هنا مفيش غشاء نووي، لكن هنا في غشاء نووي. يعني هنا مفيش نواه، يبقى هنا في نواه. بيقول لي الامثله، هنا البكتيريا. هنا بقى اكتب اي حاجه عادي، الانسان مثلا. طلائعيات، فطريات، اي حاجه عادي. عايز يقارن مقارنه ثانيه بين الطلائعيات والفطريات اللي هم اول اتنين في حقيقيات النواه. بيقول لي عدد الخلايا. الطلائعيات بتبقى على الاغلب خليه واحده، يعني 90% خليه واحده. قليل قوي قليل قوي اللي بتبقى متعدده. لكن الفطريات على الاغلب متعدده، قليل قوي خليه واحده. واللي هي كانت فين؟ فطر الخميره. الخميره هي الحاجه الوحيده اللي خليه واحده في الفين؟ في الفطريات. يبقى هنا على الاغلب خليه، هنا على الاغلب خلايا كتير. امتى خليه واحده؟ في فطر الخميره. بيقول لك قدره على صنع غذائها بنفسها. الطلائعيات تعرف تعمل اكلها بنفسها، يعني ذاتيه التغذيه. مثال الطحالب الذهبيه. الطحالب الذهبيه. الطحالب الذهبيه اللي تعرف تعمل اكلها بنفسها. يبقى هنكتب المثال ده برضه هنا تحت اهو. طب والفطريات تعرف تعمل اكلها بنفسها؟ لا. طب مثال على الفطريات، مين على الفطريات؟ الخميره. تعالى نخش في اخر حاجه الحمد لله. بيقول لي النباتات وحيوانات عدد الخلايا، هنا مليارات الخلايا، هنا مليارات الخلايا زي بعض. القدره على صنع غذائها بنفسها. النباتات ذاتيه التغذيه، يعني تعرف تعمل اكلها بنفسها. هنا الحيوان غير ذاتي التغذيه، يعني ما يعرفش يعمل اكل بنفسه. وجود جدار خلوي. هنا في جدار خلوي، لكن هنا ما فيش جدار خلوي. وجود بلاستيدات خضراء. هنا في بلاستيدات خضراء عشان كده بتعمل غذائها بنفسها، عمليه البناء الضوئي. هنا ما فيش بلاستيدات خضراء. كده احنا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله يعني حلينا التقييمات بتاعه اول 5 دروس. كل اللي انا عايزه ان انتوا تتفرجوا على الفيديو، بس قبل ما تتفرجوا على الفيديو حاولوا تذاكروا، يعني حاولوا تذاكروا اول 5 دروس. طب الناس اللي مش عارفه حاجه، الناس اللي لسه ما ذاكرتش، الناس اللي واقع منها درس 2 3، حاولوا تحلوا التقييمات اللي انا حللها دي. انا كده هنزل لكم ان شاء الله نموذجين، نموذج لحل التقييمات والواجب محلول كله، ونموذج تاني مش محلول. ايه فائده النموذج اللي مش محلول؟ ان انتوا تحلوه بعد ما تشوفوا النموذج وتفهموا كل حاجه فيه وتذاكروه كويس جدا جدا جدا، تبداوا تحلوا ايه النموذج اللي ايه مش محلول، يعني تقيسوا في النموذج ايه اللي مش محلول. ان شاء الله الامتحان كويس، وان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفقكم ان شاء الله في كل المواد. وهي يعني اول شهر ده بيكون انتوا خايفين شويه بقى، ثانويه عامه والكلام من ده. انا عايزكم تطمنوا ان شاء الله الامتحانات هتبقى كويسه، وده امتحان شهر. فاعمل اللي عليك، ذاكر، صلي، وان شاء الله ربنا يوفقكم. وان شاء الله اشوفكم الشهر اللي جاي على خير، وان شاء الله تطلعوا مجبورين في الامتحان الشهر ده في كل المواد باذن الله. ربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.